اولا انت لما بتيجي تخس ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انت بتبتدي تفقد حاجات معينه من الجسم. انت بتبتدي تفقد بروتينات، بتبتدي تفقد دهون، بتبتدي تفقد ميه. طبعا ده فقدان الوزن، اللي هو انت وزنك كله بينزل. طبعا يفضل ان احنا نكون بننزل على قد ما نقدر دهون اكتر حاجه، ميه اقل منها او بنسبه اقل. وطبعا اقل حاجه يفضل ان احنا ما ننزلهاش، او يفضل ان احنا على قد ما نقدر نحافظ عليها على اقصى قدر ممكن، وهي البروتين. نبتدي نعمل دايت. الدايت هو نوع من انواع الاسترس على الجسم. انت بتعمل ضغط عصبي على الجسم عشان بيبتدي يخش في حاجه اسمها الكاتابوليزم او البريك داون. الجسم بيبتدي يكسر من نفسه، بيبتدي ياكل من نفسه، لان انت كده كده اي دايت في الدنيا انت بتقلل السعرات اللي داخله لك شويه عشان تبتدي تفقد الوزن وتفقد الدهون، او وهكذا وهكذا. الجسم لما بيخش في مرحله البريك داون او في مرحله الهدم بيبقى عنده احتياج اكتر من الفيتامينات، من المعادن. البروتينات في الجسم لها ريسايكلينج جامد، عضلاتك بتتكسر، فانت بتبقى محتاج. الكبد والكلى بيبقوا مشغولين عشان البروتينات اللي بتتكسر دي تتحول لامونيا وتنزل بصوره كويسه وبصوره امنه وطبيعيه في البول وفي البراز. فكل ده بيعمل لود جامد، بيعمل ضغط جامد على الجسم عشان تنزل في الوزن بصوره صحيه. الضغط الجامد اللي على الجسم ده بيستهلك بروتينات، بيستهلك فيتامينات، بيستهلك معادن كتير جدا من الحاجات اللي انت مخزنها اصلا في الجسم. طبيعي جدا بيبقى فيه لود جامد على الجسم في الوقت ده. دي اول بوينت.